انا دلدول لجماهير نادي الزمالك فقط لا غيره للكيان. مرتضى منصور ومجلس ادارته انا ارفع لهم القبعه. يلا نعم نعم. انت من على فكره كنت بحترمك يا خطيب، مش هقول لك يا كابتن يا خطيب، مش هقول لك يا كابتن يا خطيب. عندك 50 فيديو وانت بتهزق فيه، عندك 50 فيديو وانت بتستغل اسم النادي بتاخد هدايات وفلوس في دعايه انتخابيه. بعض من جماهير نادي الاهلي الغبيه المتخلفين عقليا اللي بيكذبوا الكذبه ويصدقوها بيوقعوا بيني وبين الزمالك. تعال على المجتمع، انت حسالة حشرة تداس بالجزمة. شفت ميدو اتكلم امبارح قال لك ايه؟ حسن حمدي اللي بيمضي على شيكات اللعيبه في الوكاله عشان طلعها لعيبه نادي الزمالك. شفت كنا احنا شغالين ازاي؟ شفت البطولات خدوها ازاي؟ شفت الفلوس خدوها ازاي؟ شفت الرعايه خدوها ازاي؟ ده اللي قلته، خلي بالك قبل ميدو، قلت حسن حمدي طرف اول قاعد في وكاله الاهرام، بينزل طرف تاني يمضي عقد الرعايه، بيدي الزمالك 20 مليون والاهلي 50. بعض اللعيبه مش عارفه قيمه نادي الزمالك، وبعض اللعيبه مش عارفه قيمه جماهير نادي الزمالك. يا عم انا واحد من الناس مقتنع عشان انا مدرب ولاعب سابق وعارف بقول ايه، دي امكانياته مش هيدوا اكتر من كده. بعض اللعيبه يعني بس جزمه كل واحد من جمهور الزمالك بيك وباهلك وبعيلتك كلها، احترم نفسك في الملعب، هين نفسك يا اخي عشان التيشيرت. يا عم ما بتعرفش تلعب، يا عم الروح ما عندكش روح ولا دم ولا كرامه عشان خاطر تيشيرت انت لابسه.